ليه لما بنهدى الناس تقلق؟ أهلا بيكي في مساحتك الرايقة في بودكاست رايقة مع سماح حماد. خدي نفس عميق وتعالي نبدأ حلقتنا. النهاردة عايزة أسألك سؤال بسيط وجاوبي عليه بكل صراحة. ليه أول ما بنهدى شوية الناس بتقلق؟ عمرك خدتي بالك إنك لما تبقي ساكتة وهادية مش متوترة، مش بتشتكي، مش منهارة، اللي حواليكي يسألوكي مالك؟ فيكي ايه؟ هو انت زعلانة من حاجة ولا في حاجة مستخبية؟ كأن الهدوء بقى حاجة غريبة في زمن كله جري وضغط وصوت عالي. الحقيقة ان الناس ما بتقلقش من هدوءك، هما بيقلقوا من اللي هدوءك بيعمله جواهم. بيقلقوا لأنهم متعودين يشوفوكي شايلة الهم، دايما متوترة وقلقانة، دايما بتحاولي تراضي الكل حتى على حساب نفسك. فلما بتهدي صورتك جواهم بتتلخبط. وفي سبب تاني، الهدوء ساعات كتير قوي بيكون مراية. هدوءك وروقانك بيفكرهم انهم تعبانين او تايهين او انهم حتى مستنزفين، واللي مش مستعد يشوف نفسه بيتضايق من اي مراية صافية. وسبب تالت يمكن أهمهم، إنهم فاكرين إن الهدوء ضعف، وإن الست الهادية ست مستسلمة سايبة حقها ومش مهتمة. بس الحقيقة الروقان مش ضعف، الروقان وعي. فخليني أسألك شوية أسئلة كده وخديهم جاوب عليهم على مهلك. إمتى آخر مرة كنت هادية من غير إحساس بالذنب؟ لما بتسكتي، سكوتك ده وعي منك ولا كبت جواكي؟ وانت دلوقتي رايقة بجد ولا حاسة انك مطفية؟ لو سؤال منهم وجعك، مش لانه غلط او قاسي، لكن لانه لمس حتة حقيقية جواكي، وده معناه انك واعية وماشية في الاتجاه الصح. هتيجي تسأليني يعني ايه روقان؟ خليني ابسطها لك. الروقان مش لا مبالاة ولا برود ولا تجاهل للحياة. الروقان إنك تبقي موجودة، يعني عايشة اللحظة وتكوني حاضرة مع نفسك واللي حواليكي، لكن من غير ما كل موقف أو شخص يسحب منك طاقتك. مش كل حاجة محتاجة اهتمامك بالكامل، مش كل كلام محتاج إنك ترد عليه، ومش كل موقف يستنزف قلبك. ببساطة تكوني موجودة بوعي مش بضغط أو توتر. الروقان إنك تحسي بس ما تغرقيش. مش معنى الروقان إنك ما تحسيش بمشاعرك، بالعكس تحسي بكل حاجة، حزن، فرح، غضب، قلق. الفرق إنك ما تسمحيش للمشاعر دي تتحكم فيكي أو تغرقي فيها. يعني مثلا ممكن تزعلي من موقف حصل في يومك، بس ما تسمحيش للزعل يأثر على يومك كله. الروقان إنك تختاري رد فعلك، مش أي حاجة تعصبك أو تشدك. يعني تقدري تفرقي بين اللي يستاهل اهتمامك واللي ما يستاهلش. ده بيخلي حياتك أخف وهدوءك أقوى. والأهم من ده كله هو التسليم لله في كل أمور حياتك، لأنك لما تسلمي أمرك لله انت بتعيشي معنى الروقان بقلب مطمئن. الست الرايقة مش اللي حياتها سهلة، بس هي اختارت تكون أذكى في التعامل معاها. عارفة الهدوء والروقان بيعمل ايه فيكي؟ الروقان بيوصلك انك تكوني في حالة تواصل مع نفسك، فتلاقي نفسك بتهدى، تفكيرك بيبقى أوضح، قلقك يقل وقلبك يخف، حتى جسمك بيستريح وضغط الدم بيتظبط، نفسك بينتظم، عضلاتك تفك، ونومك بيتحسن. جسمك بيحب الهدوء لأن التوتر مش طبيعته. طيب إزاي أكون رايقة وسط الضغوط والمسؤوليات والدنيا اللي مش بتهدى حواليا؟ خليني أقولك على كام حاجة كده بسيطة بس مفعولهم سحر كبير. أول حاجة، مش كل حاجة تستاهل رد. في حاجات تتساب مش ضعف منك لكن حكمة.
تاني حاجة، خدي فواصل صغيرة حتى لو دقيقة، لحظة سكون فيها مع نفسك اتنفسي فيها بعمق واشربي كوباية مية. تالت حاجة، قللي الشرح، اللي عايز يفهم هيفهم، واللي مش عايز دي مش شغلتك. رابع حاجة، اعملي مساحة ليكي حتى لو 10 دقايق في اليوم تقفلي فيها على نفسك وتتواصلي بيها مع روحك. وفي آخر حلقتنا عايزة أقولك حاجة من القلب، الروقان مش مرحلة هتعدي، الروقان قرار إنك تختاري نفسك وصحتك وهدوءك. ولو الناس قلقت من هدوءك افتكري إن ده مش عيب فيكي، ده دليل على إنك ماشية طريقك صح. لو وصلتي لحد هنا يبقى السؤال ده ليكي، انت مستعدة تعيشي رايقة ولا لسه جواكي خوف؟ خدي معاكي هدوءك وخليه جزء منك. ولو الحلقة دي لمست قلبك شاركيها مع ست محتاجة تسمع الكلام ده. أشوفك الحلقة الجاية في بودكاست رايقة مع سماح حماد.